السلام عليكم متابعي قناة سبور ماتش، مرحبا بكم في فيديو جديد. نبيل معلول يستشيط غضبا على التحكيم ضد النادي الصفاقسي. صرح مدرب الترجي الرياضي التونسي نبيل معلول اليوم بعد مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي غاضبا على أداء الحكم، خاصة المساعد الأول الذي رفع راية التسلل عند لاعب الترجي الرياضي التونسي لرمي التماس، ومع العلم فإنه عند تنفيذ رمية التماس يلغى التسلل نهائيا. وجاء في قلب حديث نبيل معلول غضب على الجامعة التونسية لكرة القدم، فقد قال: كنت تحبونا ما نهزوش البطولة قولوا لنا تو نخرجوا. الحكم المساعد اليوم هز تسلل في كرة من تماس وباش يعاود يتعين خاطر مهمته يوقف الترجي. كان يسمعوا بين الفيفا تو يقولوا لنا بطلوها الكرة في البلاد هذه. وبالنسبة لأرضية الميدان فقد رد نبيل معلول: ليست صدفة قفل أبواب رادس للصيانة في هذا الوقت الحساس الذي تلعب فيه الترجي أهم مقابلاتها ضد النجم الرياضي الساحلي والنادي الصفاقسي. ليس من المعقول مباريات مثل هذه تتلعب خارج رادس لأنها مباريات مهمة لكسب عائدات مالية للنادي. نحب الناس الكل تعطيني راية في تدخل نبيل معلول، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش توصلكم الأخبار الحصرية.